اخواتي في ذو الهمم 15 مليون. خدوا باباكم، مامتكم، صحابكم، اخواتكم. انا اسمي الاعلامي سباح محمد حسيني. انا جاي هنا عشان ادردش معاكم 5 دقايق في انتخابات الرئاسية القادمة 2024. انزلوا انتخبوا الرئيس السيسي عشان انتوا بتنتخبوا وطن، بتنتخبوا مصر. انا هعرفكوا ليه بقى هتنتخبوا الرئيس السيسي ليه. عشان لولا الرئيس السيسي مكناش نلاقي حد يشجعنا ولا يدعمنا. هو غير نظرة المجتمع لذوي الهمم، خلاهم رافعين راسهم وسكين في نفسيهم وعزة وكرامة. وكمان عاملين قوانين الإعاقة في الدراسة وقوانين الدمج في الدراسة وفي الشغل. أنا بشتغل زي أي حد بيشتغل. أنا بشتغل مذيع في كولا بلس وبقدم برنامج اسمه أبطال بلس. وكمان أنا دلوقتي في سنة رابعة بكلية آداب بجامعة عين شمس قسم علم اجتماعي. وكمان عمل مبادرات زي كورونا واحد، كتف كتف، وحياة كريمة، ومليون صحة. كده بيهتموا بذوي الهمم وكمان بيهتموا بالناس الغلابة. عشان كده بقول لكم انزلوا انتخبوا الرئيس السيسي، انتخبوا الوطن، انتخبوا مصر. وكمان عاملين قوانين الدستور عشان ننزل ونعمل صوتنا وحقنا نعمل صوتنا في انتخابات رئاسية. اخواتي ذوي الهمم، احنا اكتر ناس حاسين باللي عمله لنا الرئيس السيسي. مش كفاية واحنا ماشيين في الشارع الناس بيبصولنا بالعزة وكرامة وواثقين في النفس. اخواتي في ذوي الهمم 15 مليون. خدوا باباكم، مامتكم، صحابكم، اخواتكم، وانزلوا انتخبوا الوطن. ردوا جميل للرئيس السيسي. شعب مصر، انتخابات رئاسية، انتخاب وطن، انتخاب مصر. مصر هي أمنا. الدستور ادانا صوت عشان ننزل ننتخب. ما تضيعوش حقنا. من زمان كان في صعبانيات، يعني بيقولوا يا عيني، لكن فكرة المجتمع اتغير خالص في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا اخوانا، دمجنا وتمكيننا في مجتمع دي مش حاجة قليلة ومش حاجة سهلة. أنا كرياضي عايز أقول لكم على حاجة، إن الدولة والقيادة السياسية بيهتموا بالرياضة بصفة عامة وذوي الهمم بصفة خاصة. هو كان في رئيس قبل كده يهتم بينا ولا حتى يقابلنا بوردة؟ ده إنجاز من ضمن إنجازات الكتيرة